يعني حقيقي ده عمرنا واحنا بنعمل الجلاش غلط، وقد ايه كان في نوع من العبث والاستهزاء بالوقت واحنا بنعمله. يعني حاجه كده، ازاي تتفنني تضيعي وقتك؟ تعالوا مع بعض الاول اقول لكم ايه الموضوع. زي ما انتم شايفين حطيت كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه الا ربع من الميه. هرفعهم على النار، واول ما يبتدوا يغلوا هنزل بمعلقه صغيره من العسل الاسود، وبعدين في الاخر خالص اول ما يغلي هضيف الفانيليا بتاعتي، سواء بودره او فانيليا سائله. اول ما يغلي كده هنزل عليه بنص كوبايه من الحليب. كل ده انا بستخدم كوبايه واحده، وهقلب بالمنظر ده. هنجيب بقى دوره او كوبايه او اي حاجه، واحط فيها 3 معالق كبار من السمنه البلدي طبعا، وهسيحهم زي ما انتوا شايفين كده، وهسيحهم علشان يبقوا سهل ان انا اتعامل بيهم. هجيب بقى طبق صغير او اي حاجه صغيره، احط فيها معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهحط شويه من السمنه عليها. ما تحطيش البيكنج باودر دايركت على السمنه او مباشره على السمنه، لان ده هيخليها تتكتل على هيئه كره، كرات صغيره كده، ومش هيبقى سهل انك توزعيها ابدا. انما كده خلاص احنا ضمننا ان هي بقت خليط متماسك، متمازج قصدي، فسهل ان انا اقلبها مع السمنه. دلوقتي بقى نجيب لفة الجلاش اللي محيرانا، وهنفتحها ونشوف هي تمام ولا لا. الحمد لله تمام. كل رئه اتاكد ان رئات ايه، فاصله عن بعض، مش لازقه من بعض او لسه ما فكتش كويس. اهو تمام التمام. هتتنيها مرتين زي ما انت شايفه كده، تجيبي القالب تقيسي وتقصي الزوايد. تمام تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب بقى القالب اللي هنحط فيه الجلاش، واحط بس ايه، حاجه بسيطه من السمنه كده، واحط من غير ما ادهن بقى رقراق ولا اي حاجه من الحاجات دي، واحط الجلاش بتاعي. شفتوا يعني قد ايه كنا بنضيع وقت يا جماعه؟ الحياه اسهل مما كنا نتخيل. احنا كنا بنعمل في نفسنا كده اللي مش عارفه. المهم، جبت بقيه الجلاش اللي انا قصقصته نصين، وحطيته بقى في الوسط كده في وسط الطبقات، وبعدين هبتدي اقطع مربعات او سمبوكسات او مثلثات زي ما تحبي. اهم حاجه ان حروف الجلاش اللي من الجنبين تكوني تانياها كده من تحت، علشان ما تتحرقش منك في الفرن. سقيتها بالسمنه، هتسيبيها 5 دقايق على جنب، وبعدين تدخليها الفرن. وهي في الفرن بقى قلت اعمل ايه؟ اجيب المانجا. المانجا زي ما انتم شايفين دي برضو من الحاجات اللي كنا بنتعامل معاها ايه غلط. زي ما انتم شايفين متجمده، سامعين صوتها؟ حطيتها يعني مفيش دقيقة في مية سخنة عشان اعرف امسكها، وبعدين تقشريها بالمنظر ده. كنا احنا بقى بنستنى لما المانجا تفك وتسيح، وشايفين القشرة بيطلع ما فيهاش اي حاجة ازاي. برضو انا مش عارفة احنا كنا بنعذب نفسنا ليه قبل كده، بس بجد دي اسهل طريقة لعمل المانجا، وحبيت اقولها لكم. وانا كنت بحط الجلاش في الفرن، قلت يلا بالمرة نعمل ايه كمان مانجا. ادي الجلاش طالع مورق، شايفين؟ تحفة. سامعين بقى؟ احنا دلوقتي الخليط بتاعنا عملناه في الاول بتاع الشربات بالحليب، وخليناه نوعا ما يبرد، واول ما طلعت الصينية من الفرن ورحت ساقية بالشربات بتاعي. وخلي بالك حاولي تصفيه بالمصفى، عشان لو الحليب بتاعك دسم ممكن يعمل قشطة من فوق. ايه رأيكم بقى في الرقات دي؟ تحفة. يلا جربوا بالطريقة دي، والف هنا وشفا عليكم.